السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى تكونوا بأحسن صحة والعافية نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. نبداو على بركة الله الفيديو ديال هذا النهار. غادي نوجد البريوات باللوز، وأولا غادي نوجد العسل، أو غادي نشارك معكم طريقتي في العسل. طلباتها واحد الأخت وقلت غادي نصاوبو ونشاركو معكم. المهم عندي قالب ديال السكر، درت معاه 4 الكيسان ديال الماء، بعبار كاس العنبة، نص كاس ديال العصير الحامض، وجوج عويدات ديال القرفة. الطريقة ناجحة وكيجي العسل ناجح لجميع المعسلات. صافي غادي نسد عليه ملي تبدا تدور الصفارة، غنشاد عليه البوطة في الاول. ملي تبدا تدور الصفارة غادي نقص البوطة ونخليه 10 دقائق ونطفي عليه صافي، ويكون العسل واجد. بالنسبه للبريوات عندي نص كيلو ديال اللوز، فسختو في الليل وخليته كينشف. درت له فرشت له واحد الشيفونه وغطيته وخليته كينشف ليله كامله. من بعد هنايا قسمته زلافه، غادي نقليها. غادي نديرها تقلى بالزيت بارده. بطبيعه الحال في الاول كنديروا الزيت بارده بالنسبه للوز، ما كنقليوش، ما كنسخنوش الزيت وعاده كنقليوه باش ما يتحرقش. المهم درت اللوز في المقله وغادي نخوي عليه الزيت بارده ونحطو فوق البوطه على نار هاديه، يعني ما تجهدوش عليه البوطه باش يجي مقرمش وما يتحرقش ويتقرمش حتى من الداخل. بالنسبه للنص الاخر اللي بقى ليا درتو في الهاشوار، غادي نضيف عليه المسكه الحره باش نوجد به العقده. المهم على ما يتقلى الاخر غادي نوجد هذا اللي خضر. جربوا بهذه الطريقه، ديروا النص خضر والنص مقلي، غادي يعجبكم صراحه. حاجه رائع، ما جا فيه واحد المذاق زوين بزاف. المهم هنايا درت 2 معالق ديال سكر سنيده، وعندي نص كاس ديال المزهر درت منه غير شويه. من بعد غادي نزيد داكشي اللي بقى، ومعلقه ديال الزبده ديال بواطه. هنا اللوز كان تقلى صافي، ما خصوش يتحمر بزاف حتى يتحرق. غادي نحيدو نصفيه وعاد نطحن اللوز. هنا بعد ما طحنت اللوز اللي كنت درتو خضر ولا على هذا الشكل ولا عجينه، العقده ديال اللوز وجدات اللوز اللي خضر درتو في الاناء، غادي نخليه على جنب. وغادي ناخذ اللوز اللي قليت هو غادي نديرو في الهاشوار، ما غادي نضيف له حتى شي حاجه. غادي نطحنو حتى يولي عجينه كيف شفتو، حتى يتطحن مزيان يولي عقده. وعاد غادي نخلطهم دابا في هذه المرحله، وغادي نزيد داك المزهر اللي بقى. كان بقى شي 4 كاس ديال المزهر وغادي نزيدو ونعجنو. وغادي نعجن هاد اللوز اللي مقلي واللوز اللي خضر، نحاول نمزجهم مزيان مزيان حتى يندمجوا. وانا كنضيف داك الربع ديال الكاس ديال المزهر، كيجي المذاق ديالو واعر صراحه، جات رائعه. خلينا نشكر ليكم. بالنسبه للورقه اللي غادي نستعمل لاباط فيلو. نصيحه الا بغيتو البريوات يجيكم زوينين ومقرمشين ديال هذا ديال اللوز ولا كاوكاو، من الاحسن الا لقيتو لاباط فيلو خذوها، هي اللي تستعملوها. كتجي احسن من الورقه العاديه، كيجي فيها واحد القرمشه رائعه وسهله في الخدمه ديالها، ما كتعذبش. بالنسبه للعرض ديال الورقه او الشريط اللي غادي نخدم به، درت انا 3 صباع، كنعبر 3 صباع وكنقطع. ما بغيتش نديرهم صغيورين حيت غادي يشدوا ليا الوقت بزاف، داكشي باش قلت غادي نديرهم موين. انا راكم عارفيني ما كنعرفش الحاجه اللي صغيره نبقى نقادد وهكا نبقى واقفه، ما كنتعصب من داكشي الصغيور. المهم كل واحد والخاطر ديالو. انا ما كنقدرش نبقى واقفه مع الحاجه بزاف، خاصني دغيا نساليها. داكشي باش درتهم شويه كبارين موين. كل واحد يدير الحجم اللي بغى. الا بغيتو ديروا داك الصغيورين ممكن، ولكن الحجم اللي باش درتهم انايا صراحه عجبني، معقولين زويونين وجايين الشكل ديالهم زويون. صافي كناخذ داك الشرائط وكندير شويه من العقده اللي وجدت ديال اللوز صافي، وكنشكلها على شكل بريوه بشكل عادي. كناخذ الدقيق والماء خلطته حتى ولا هكا على شكل عجينه، وبيه باش غادي نلصق داك الورقه اللي كتبقى في التالي باش يجيو ما يتحلوش ملي نجيو نقليوهم. ويمكن نستخدمو كغراء باش نسدو به الورقه في التالي. صافي كنستمر بحال هكا، كنحط العقده وكنشكل على شكل بريوه. هذا هو الحجم ديالهم، كيجيو موين، كيجيو صغارين بزاف وما كيجيوش كبارين. خير الامور اوسطها. بالنسبه للعسل حسبت له 10 دقائق وهي كدور عليه الصفاره، وطفيت عليه وما حيدتش الصفاره، خليته هكا بالصفاره حتى بغيت نستعمله.
عاد حيت الصفارة وشفتو يعني هذه احسن طريقة دائما كنستعملو بهاد الطريقة. كيوجد تودو سويت وكيوجد دغيا وكيجي زوين في كاع المعسلات، كيجي رائع. مهم على حساب كنتمنى الاخت اللي طلبات مني طريقة العسل تكون شافت هذا الفيديو باش تاخد الطريقة. المهم هنايا ساليت الكمية ديال البريوات اللي عندي، شاطت ليا صراحة شوية ديال العقدة، خليتها حتى من بعد تكون عندي الورقة حيت لاباط فيلو هي اللي كتعجبني. البريوات ديال اللوز انا بالنسبة للعسل حليت عليه بعد ما دازت 10 دقائق وهي كدور عليه صفارة. طفيت البوطة وخليت الصفارة فيه حتى لدابا لهاد اللحظة. شوفوا راه باقي سخون، انا كنستعملوه هو سخون ماشي سخون بزاف ولكن كيكون دافي. كنستعمل واخا ملي كيكون بارد كنبغي نعسل به كندب فيه باش بهاد الطريقة باش كيلصق ليا في المعسلات. كل واحد وطريقته، انا معتمده هاد الطريقة من شحال هادي. المهم كتشوفوا هنا راه باقي دافي، داكشي باش كيبان خفيف، اما هو ملي كيبرد راه كيجي ثقيل. هنايا غادي نقلي البريوات ديالي بعد ما سخنت الزيت مزيان مزيان، ولكن البوطه تكون منقوصه يعني تكون عافيه مهيله باش ما يتخطفوش وما يتحرقوش، يجيو محمرين ويجيو طيبين بطريقه متساويه وما تبعدوش عليهم. بقاو مره مره كتقلبوهم حتى يتحمروا بشكل متساوي كيوليو على هذا الشكل. كنصفيهم وكنديروهم في العسل مباشره. بالنسبه للعسل الا بغيتو تضيفوا له واحد البواطه ديال الجليكوز كيبقى شاد مزيان وكيجي معلك هكا كيجي فيه الخيوطه. مهم غادي نستمر بحال هكا. نقلي هذا ما نحيدهمش، ما غاديش نحيد كاع داك البريوات من العسل، غادي نديرهم كلهم في العسل وغادي نخليهم في العسل. ما غاديش نحيد، ماشي كندير غير كنقلي وكنحطهم في العسل وكنخلي يعني كنحط البريوات الاولين فوق منهم الثانيين حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها فوق العسل. ما كنحيدهمش وكنخليهم واحد المده شحال ما خليتهم يشربوا العسل مزيان. انا بعد ما خليتهم مده طويله في العسل يعني كيف شفتوا راه ما حيدتهمش كلهم درتهم في نفس العسل. غادي نصفيهم في عوض ما نبقى نهز بالمغرفه بالوحده او بالصفايه بالوحيده. صافي كنصفيهم هكا في شبيكه، صافي غير كنحيد منهم العسل، ما كنخليهمش يتسقطروا من العسل كاع في مره، غير كنحيد منهم العسل وديرهم ديك الساعات في البواطه اللي غادي تحتفظوا بهم فيها. انا درتهم في هذه البواطه، والطريقه ديال الاحتفاظ ديالهم كتقلبوا البواطه بحال هكا باش يبقاو دائما فيهم العسل، وملي تجيو تاخذوا منهم كتقلبوا البواطه بطبيعه الحال وكتخليو واحد شويه غير على ما ينزل داك العسل، وعاد كتحلوها وتاخذوا منهم كيبقاو دائما معسلين ومعلكين كيجيو رائعين. شوفوا الشكل ديالهم والمذاق ما عندي ما نقول، عجبوني بزاف ونتمنى تجربوهم. وهنا كيسالي الفيديو، دمتم في امان الله، نتلاقى في فيديو قادم ان شاء الله.